من فترة واحنا بنسمع ونشوف عن أشباه الفنانين واللي بدأوا ياخدوا حيز كبير وشهرة أكبر في المجتمع، وكل فنان أو لاعب كورة كان بيطلع ليه شبيه كان بيكون في فارق واضح جدا إن الحكاية مجرد ستايل مش أكتر. يعني الناس دي لو ماشية بستايل عادي مش منحوت من النجوم ما كانش حد هياخد باله منهم أصلا، لكن من أيام ضجة السوشيال ميديا بصورة البنت مغربية حتة من نانسي عجرم كلمة شبيه عليها قليلة جدا، انت مجرد ما هتشوفها صعب تفرق بينها وبين نانسي، بالكتير قوي هتقول نانسي زادت شوية في الوزن. الموضوع كله بدأ بظهور صورة لبنت اسمها إيمان مغربية الجنسية وعندها 32 سنة، وهي الصورة اللي رواد السوشيال ميديا ما قدروش يفرقوا بينها وبين صورة نانسي عجرم، وبقت الجملة المشهورة المتداولة مع صورة إيمان يخلق من الشبه 40. حقيقي يخلق 40، بس لو ال40 كلهم بالشبه ده تبقى كارثة. إيمان فجأة كده في يوم وليلة لقت المتابعين عندها بيزيدوا والريتش بقى فوق، الكل بيسألها انتي ازاي كده، ازاي شبهها قوي كده؟ الأغلبية قالوا أكيد عمليات تجميل عشان تبقى شبهها، لكن المفاجأة ان إيمان مش عاملة ولا عملية تجميل واحدة، هي كده خلقة ربنا. وبعد كم التساؤلات الكتيرة دي كان رد إيمان بسيط جدا: أنا سعيدة إني شبه نانسي عجرم لأنها مطربتي المفضلة. وفي الختام تعملوا إيه لو في يوم صحيتوا فجأة كده لقيتوا شبيه ليكوا؟ هتكونوا مبسوطين ولا تحبوا تكونوا قطعة واحدة ومفيش منها اتنين؟